هلا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله كلكم خير وصحة وسلامة وعافية. السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد. صار هواية منزلة كلش هواية، بس ان شاء الله راح احاول على الاقل بالاسبوع فيديو، راح احاول ان شاء الله. زين. طبعا اليوم فكرة فيديو جديدة. قلت أسوي لكم تغيير، مليتوا أكيد كله بس أعمال. فاليوم قررت أراويكم الطلبيات اللي أسلمها، شنو أشتغل من أعمال. زين. لقطات يعني. يعني أتمنى أنه تحبون هيجي فيديو. هو تغيير، يعني نقول روتين الأعمالي. زين. هنا هاي القطع شفتوا نشرت واحدة منهم طريقة عملها بواحدة من الفيديوهات، وهذه هي بديتها هم بهاي القطع، بس بديت بتزايد الوحدات. زين. إلى أن وصلتها على حجم قلوب، بعدين سويت لها كشكشة، فصارت بهذا الشكل. أتمنى أن تكون تعجبكم. وأصور هي يمكن مصورة منها يعني طريقة عمل، إن شاء الله أشوفها يعني إذا زين وتصوير زين، لأنه شنو كنت تعبانة بذيك الفترة، فإذا يعني تصويرها زين أنزل لكم إياها إن شاء الله طريقة عملها. وبعد سويت هواية أعمال، هواية شغلات أني وأمي، وحتى بنتي مسوية همينة. بس شنو بنتي يعني ما ألحق أصورها، لأنه هي دائما يعني يوم الخميس تشتغل طلبياتها، لأن على مود الجمعة والسبت تتفرغ بس للدراسة. زين. لأن تدرون هي طالبة بعدها، فشنو دائما الخميس يعني أكون مشغولة، لو أكون نايمة، لأنه يعني دوام الأسبوع كله فأكون تعبانة. آسفة على صوتي، لأن تدرون هسه موسم حساسية إضافة للفيروس المنتشر، الحمد لله على كل حال. بس أنا حساسية يعني، فهاي صوتي الخريف والربيع كله أني هيجي. أي فشفتوا كملت الطلبية وسلمتها لصاحبة النصيب بالعافية عليها. هنا أنا هذه مشتريات من بالة باب المعظم. طبعا رحت إنه أريد أشتري صوف، كلهم خالصين، لأنه يجون يعني اللي مثلي هم يشتغلون بالحياكة يعني الكراشيه، ياخذوهن كميات من البالة، فما لقيت غير بس هذا. بس شنو والله يعني هو يخبل يعني. باعوا هسه هاي 3 كوكلات، 3 أنواع من الخيوط، وهذا تشيز ديباج، يعني هو على أساس إنه أسوي به هذه الدمية. زين. بس أنا صراحة ما سويت، أنا كنت محتاجة هاي الخيوط بشغلات ثانية، بس والله خليتها قبالي، إن شاء الله في يوم من الأيام يجوز أسويها. هي الباترون وياها موجود. فالمهم هذه 3 خيوط، وهذا الكيس صغيروني هم ينبي شوية خيوط تكفي هاي الرسمة، وهذا كيس ديباج والقصناء، وهذه سنارة وأبرة مال الحياكة يعني. زين. التنظيف الغرزات. هذا كله هو قال لي ب5، قلت له هواية وشنو هو بالله يعني تدرون يعني فوقها اني احكي هو بالله هو كله جديد. فآخر شيء اعطاني اياه ب4000. زين. بس والله يعني اللقطة يعني 4000 بالنسبة لهيك كمية، هو بس القصناء واحدة ب3.5. فالحمد لله يعني، ويا سنارة وأبرة و3 كوكلات وتشيز ديباج. هنا هاي ميدالية الموبايل سويتها همينة طلبية، حماتي اللي هي أخت زوجي، وبعد ما مكملت لها باقي الطلبية يعني. آسفة صوت سيارة بالشارع. ما مكملت لها بعد باقي الطلبية، إن شاء الله على الأيام الجاية أكمل لها حتى هم أسلمها. هنا هذه فرشة خياطتها، طبعا هذه مو حياكة، هذا قماش. زين. إياه اللي يشوفه عباله هو حياكة، يعني هالقد ما حلو ومجسم. زين. فهي فرشة
نفر خيطتها الزبونة، والحمد لله والشكر كلش عجبتهم. ألف الحمد لله والشكر. طبعا كلش أفرح من زبونة ترجع تجاوبني وتقول لي شغلك يجنن أو شغلك حلو. ألف الحمد لله والشكر على هاي النعمة. هنا أنا خليتها طبعا محتاجة كراتين إنه أخلي بيها الطلبيات، فهسه هاي بس مشترية هيجي علاليق. ألف الحمد لله والشكر، خير وبركة ونعمة. وشنو يعني مرات تجي مثلا سلة، مرات مثلا فرشة يعني هيك مثل هاي جرجف، مرات كروشيه. الكروشيه تكون صغيرة، ومرات مفارش كروشيه. زين، فما أعرف الأحجام اللي أجيبها مال كراتين بالضبط شلونها. بس إن شاء الله أوصي، لأنه داريت أوصي مريم همينة. طبعا هاي مريم ترتب الكيس يعني. فقلت لكم لأنه أريد أشتري أساسا المريم، فإن شاء الله يعني أدس وياها فد كمية أحجام مختلفة وأشوف إن شاء الله إذا الله سهل. وإذا تعرفون يعني أنتو أي بيت يبيع كراتين يعني ويكون نوعية زينة، يا ريت تكتبولي بالتعليقات. وهنا خلصت الطلبية واستلمت الحمد لله. هذه طلبية ثانية، 4 وقايات أو كماشات أو حمالات جدر، ما أعرف شو تسموها يعني. طبعا هي المفروض ظهرها قماش. زين، فهذه 4 أنواع يعني مختلفة. هذه أول شي دجاجة، وما أعرف يعني دا أحس شكلها حلو. زين، أنتو شنو رأيكم بيها؟ أنا صراحة كلش حبيتها، وأي طلبية أسلمها أنا أحبها. هنا طبعا طفت الكهرباء تدهون، إحنا بالعراق. هنا بشكل ليمونة أرادتها من هذه الثانية، يعني هن 4 أشكال. شفتوا الدجاجة وهنا الليمونة. زين، طبعا كلش أحب أشتغل هاي التفاصيل، يعني هيك شغلات كلش أحبها. وهنا الشكل الثالث رقية همينة. هاي صارت 3 أشكال، وكلش حبت الطلبية. ألف الحمد لله والشكر على النعمة. بنات دائما من تشتغلون حاولوا تتقنون شغلكم، يعني مو اشتغل بس لمجرد انه اريد ابيع واحصل فلوس، لا، اشتغلوها من قلبكم. طبعا اسفة لان صوتي كلش تعبان. حتى اولا من عمل عملا فليتقن، هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا حتى الزبونة ترجع لك ثاني مرة، يعني تشوف انه شغلك حلو فترجع لك مستقبلا. المهم هنا هذا الشكل الرابع، يعني هيك تفاصيل بسيطة. وعلى فكرة ذني أول مرة أشتغل هيك تفاصيل ناعمة. زين، بس الحمد لله والشكر، ألف الحمد لله والشكر إنه كلش عجبت زبونتي، فهاي أكبر نعمة عندي. زين، فشنو رأيكم بيها؟ فبنات حتى لو خطأتوا أرجع أقفلها وأعيدها إلى أن تترتب عندي وتصير بالشكل الحلو اللائق بيا وبزبونتي. زين، فدائما هيك يعني بكل شغلة حاولوا تتقنوها. زين، طبعا كل شي على قد فلوسه، لكن يعني اكو زبونات يقولوا لك ما عندنا اشكال بالفلوس، المهم شغلة حلوة. زين، يعني اتقنوا شغلكم اهم شي حتى يطلع بالشكل اللائق والمطلوب. حبايبي اتمنى انه يكون هيك فيديو عجبكم، واذا عجبكم هيك فيديو حتى دائما انزل لكم، يعني مو كل مرة، يعني لا، انا ارجع عندي اعمال هواية وصورت لكم قلت لكم اني وامي. زين، بس همينة حتى بين فترة وفترة يعني نتخلص من روتين الاعمال، ننشر هيك شغلات.
فأنا ايش راح اسوي؟ راح اجمع لكم ايش اشتغل، اسوي لكم منه لقطات. وبالنسبة للكروشيه اسفة كلش لانه هاي الفترة ما اقدر اصور اي باترون لانه دوام بدا لاحق. والله هاي تشوفون يا دوب لقطات دا اصور لكم، لانه ما تتخيلون يعني انا قاعدة اقريهم اشتغل مثلا بس قعدت على التلفزيون اشتغل، فما الحق اصور. بس هم صورت لكم شغلة ان شاء الله عن قريب تنزل لكم. احبكم كلش هواية. طبعا هنا انا مريم تجهز الطلبية وخلت الكارت الخاص بقناتي. وهنا هذه الدائرة الصغيرة هنا حتى تكتب عليها السعر. طبعا هو أنا أكتب السعر، حتى الطلبيات أنا أكتب لها السعر. فالحمد لله. إن شاء الله هم مصورت لكم طلبياتها إلها وشون تسلمهن. لهنا خلص الفيديو. أحبكم كلش هواية، مع ألف مليون سلامة.